جديد صباح الخير لكل مستمعينا عبر الموجة 103.5 ومشاهدينا عبر صفحة الفيسبوك بوير عربي. وصلنا لفقرتنا الحوارية ببرنامج عطر الصباح لهذا اليوم، ومعنا عبر الهاتف السيد جوزيف لحدو، عضو خلية الأزمة الرئيسية في شمال وشرق سوريا. أهلا وسهلا بكم أستاذ جوزيف في راديو بوير اف ام. يسعد صباحك. بداية سيد جوزيف، لو تحدثنا عن أسباب تمديد فترة الحظر طبعا واللي صار جزئي فيما بعد. يعني هو الحظر ما تمدد، بس تمدد جزئيا لأنه كمان مشان الإنسان يبقى حذر من حاله، إنه الموضوع موضوع جائحة كورونا ما انتهت، لكن إنه الأعمال ترجع طبيعية، الموظفين يرجعوا لدوامهم، المطاعم تفتح لكن وجبات خارجية تعطي، أماكن العبادة دور العبادة تمارس طقوسها وصلواتها الدينية لكل الأديان بشكل طبيعي. لكن في حظر جزئي من الساعة 7 مساء لحتى الساعة 6 صباحا، يعني لحتى ما يصير الزيارات من عائلات لعائلات. نحن في مجتمع عشائري ومجتمع عائلات، يعني خلال هالزيارات والتجمعات يعني ممكن يصير انتقال المرض. ولذلك نحن عم نقول انه مشان تصير ثقافه عند الناس، بانه هن يحموا حالهم بحالهم، هن من حالهم يعملوا تباعد اجتماعي، من حالهم لا يذهبون الى التجمعات. يعني نحن نشكر كمان الناس اخوتنا واهلنا، في كثير من العزوات والشخصيات المهمة توفوا، لكن لم يحصل لها عزوات مثل سابقا، كان عزوات بالاتصال التليفوني وبالنت. فهذه الأمور يدل على أن الشعب تفهم هذه النقاط. أعلنت الصحة السورية تسجيل 121 حالة إصابة، حيث ازدادت في الآونة الأخيرة عدد الإصابات المعلنة بين القادمين من دول كالكويت والإمارات والسودان. أليس هذا مؤشر خطر ويستدعي اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية أكثر صرامة من قبلكم في مناطق شمال وشرق سوريا؟ نحن ولهذا السبب تم الحفاظ على المعابر مغلقة، كل المعابر ما عدا معبر الطبقة والتايهة فقط للطلاب والمرضى، حالات إنسانية للطلاب والمرضى وبإثباتات وثائق. يعني هدول يعني المعبر بيدخلون، أما بقية الناس ما في، يعني لا يستقبل، المعابر مغلقة لا تستقبل. من أجل هذا الأمر، من أجل أنه تفشي كورونا ما زالت متفشية، فنحن يعني عملنا حظر، المعابر مغلقة، لكن جوات شمال شرق سوريا يعني نشكر الرب الحمد لله يعني ما في هالإصابات. والناس مشان تتعود هي لحالة تحمي حالها، نحن عملنا حظر جزئي مشان نذكر الناس أنه هذا الخطر ما زال مستمر. هل هناك تسجيل حالات إصابة جديدة في مناطق شمال وشرق سوريا أستاذ جوزيف؟ لا، بالحقيقة لا يوجد تسجيل أي إصابات، فهذا شيء نعمة من الله، يعني ما في تسجيل أي إصابات. يعني أنتم كخلية أزمة لشمال وشرق سوريا، ما هو تقييمكم للإجراءات الوقائية المتخذة، وهل هي كافية لمواجهة فيروس كورونا؟ يعني بالحقيقة نحن الإجراءات التي تم اتخاذها إلى الآن كانت إجراءات عالية بالنسبة إذا عملنا مقارنة مع الدول، حتى الدول الأوروبية وحتى الدول. يعني كان أول شيء لا يوجد انتشار كورونا عندنا في شمال شرق سوريا، ومع هذا تم اتخاذ إجراءات قاسية، وتم اتخاذ حظر صحي كامل، وتم اتخاذ إجراءات كاملة. فالإجراءات كانت بالفعل تعتبر عالية قياسا بعدد الإصابات، لأن لم يكن هناك إصابات بالأصل. فإجراءاتنا كلها كانت إجراءات احترازية من أجل أن لا تحصل إصابات، وليس مثل الدول الأوروبية والدول المجاورة عملوا يعني تم إجراء حظر حجر صحي لأنه يوجد إصابات كثيرة عندهم. أما عندنا والحمد لله نحن عملنا إجراءات شديدة في البداية حتى لكي لا ينتشر جائحة كورونا وهذا الوباء
نعم. بين الشعب في شمال شرق سوريا، ونحن نعتقد أنه نجحنا في هذا الأمر لأن الشعب تجاوب مع هذه النقاط وتفهم هذه الأمور. سيد جوزيف، تم مناقشة موضوع فتح المعابر الحدودية وخاصة مع إقليم كردستان. هل لديكم أي نية بفتحها أمام حركة المسافرين أسوة بفتح معبري التايهة والطبقة مع مناطق سيطرة قوات الحكومة السورية؟ يعني هذا الأمر عائد لمجلس التنفيذي، رئاسة المجلس التنفيذي. نعم. يعني حتى 5/6 ما في إمكانية، هذا الأمر مغلق. بعد 5/6 ممكن المجلس التنفيذي يجتمع يتخذ قرارات أخرى. يعني نحن يعني هذا خارج إطار يعني خلية الأزمة، لأنه هو فتح المعابر قرار من المجلس التنفيذي يتم اتخاذه. نعم. هل هناك أي نوع من التنسيق أو التعاون بخصوص الإجراءات الوقائية لمواجهة خطر وباء كورونا بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والحكومة السورية؟ بالحقيقة لا يوجد أي تنسيق أو اتصال أو يعني في هذا الأمر يعني. نعم. ناشدت الإدارة الذاتية المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية بإدخال المساعدات إلى مناطق شمال وشرق سوريا. هل من جديد بهذا الشأن يمكن الحديث عنه؟ بالحقيقة نحن نستمر بمناشدة المنظمات العالمية وخاصة منظمة الصحة العالمية لمساعدة شمال شرق سوريا من أجل عدم انتشار هذا الوباء، وخاصة في المخيمات، مخيم وشوكاني، نعم. مخيمات الموجودة بالشدادة، مخيمات موجودة في المناطق الأخرى. يعني المخيمات يعني ضروري أن منظمات الصحة العالمية تقف عليها، تقدم المساعدات، الأجهزة، المعونات الخاصة بعدم انتشار يعني مرض كورونا. نحن بالنسبة لنا بشكل دائم نناشد هذه المنظمات لتأخذ دورها الإنساني في هذه المخيمات يعني. نعم. سيد جوزيف، هل المختبرات الطبية أجهزة الفحص PCR الخاصة بالكشف عن حالات الإصابة بكورونا المتوفرة في المنطقة كافية أم هناك حاجة إلى المزيد؟ الأجهزة الأولية كافية، يعني الفحص الحرارة، فحص انه الفحص البدائي اللي يدل انه هذا احتمال كبير يكون كورونا موجود، ولذلك اذا حصل اي شيء يتم عزله مباشرة. نعم. في المشافي الخاصة، والمشافي يتم اخذ عينات وارسالها الى دمشق. نعم. من اجل التأكد من انه حالة سلبية وايجابية. نعم. هل هناك اي نية لديكم بطلب المساعدة مجددا من اقليم كردستان بخصوص طلب المزيد من المختبرات؟ يعني بالنسبة لطلب المساعدة، طالما نحن عم نطلب من كل المنظمات، واصلا اقليم كردستان ما بده طلب، يعني هو يعرف نحن اخوة يعني. نعم. فاذا عندهم امكانية يساعدونا فخلي يساعدونا. يعني نحن ما مو غالقين المجال امام حدا انه يساعدنا في هذا الموضوع، بالعكس نطلب من اي واحد يساعدنا، وخاصة بالمخيمات يعني. نعم. يعني بين الشعب ما فيه الحمد لله، بس بالمخيمات نحن يعني نتحذر انه اذا انتشر بده ينتشر بشكل سريع. كلمة أخيرة لحضرتكم تودون قولها؟ يعني نحن بالبداية نشكركم أول شيء لكم كإعلاميين، ساعدتونا في نشر ثقافة الصحة في هذا الأمر، ونحن نشكر الشعب ونطلب منهم، يعني نترجاهم انه ياخذوا هالثقافة الشخصية وليس كأمر من الإدارة الذاتية ومن إدارة. يعني هي ثقافة شخصية تكون، ولو اجى قرار بعد فترة بإلغاء الحظر كله، خلي كل واحد هو يتحذر لحاله في بيته، بالسوق، بالمحلات. هلا أنا شخصيا عندما أذهب إلى محل إذا في ازدحام ما أدخله، بدي أشتري أقول بعد فترة بدي أشتري، مو ضروري هلا أشتري. في مكان زحام ما أروح. يعني خلي أهم شيء هو التباعد، ويتحذروا هن نفسهم من بعض. نعم. يعطيكم العافية، شكرا لكم. في ختام لقائنا، شكرا جزيلا لكم. كنت ضيفا عزيزا في إذاعة بوير FM الأستاذ جوزيف لحدو، عضو خلية الأزمة الرئيسية في شمال وشرق سوريا. شكرا لكم. شكرا، أهلا وسهلا بكم.
مستمعينا، وصلنا لنهاية فقرتنا الحوارية لهذا اليوم. مستمرين معكم بفقرات عطر الصباح لهذا اليوم. بعد الفاصل راجعين.